اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا مصعب ابن عمير ليكون سفيرا للإسلام وسفيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان مدروس جدا وكان معمول حسابه، وهنشوف بعد كده من النتائج اللي حصلت فعلا اختيار النبي كان هو الصح وهو الأصح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصحابه كلهم حواليه، كان بيعرف مين يعرف ايه ومين مميز في ايه، وكان بيوظف كل واحد في المكان بتاعه اللي هيقدر فعلا يفيد بيه الإسلام أكتر من التاني. بالفعل نزل سيدنا مصعب ابن عمير في المدينة ضيفا على أسعد ابن زرارة. نزل ضيف عليه في المدينة وبقوا ينشروا الدين الإسلامي ويوعظوا الناس ويعرفوا الناس الدين الإسلامي الجديد عشان خاطر يقدروا يقنعوا الناس بالدخول في الدين الحق، دين الله سبحانه وتعالى. ازاي نقدر نحكم على قوة سيدنا مصعب ابن عمير وثباته في المدينة المنورة كرسول للإسلام وسفير للإسلام؟ هنشوف من خلال أحد المواقف الهامة اللي كانت نقطة فارقة في نجاح مهمة سيدنا مصعب ابن عمير. في يوم من الأيام وهو موجود في دار أسعد ابن زرارة ومعاه ناس كتير بيحاول يكلمهم عن الدين الإسلامي، دخل عليهم أسيد بن حضير أحد قادة القبائل المشهورة في الوقت ده، سيد بني عبد الأشهل في المدينة، واحدة من القبائل المهمة جدا الموجودة في يثرب في الوقت ده. طبعا لما عرف بوجود مصعب ابن عمير خد الحربة بتاعته وراح متوجه إلى المكان اللي هو موجود فيه عشان خاطر يقتله وينتهي منه تماما، بعد ما شاف ان في ناس بتدخل في الدين الإسلامي وهو رفض الفكرة دي تماما، نفس الفكرة اللي كان رافض بها كفار مكة دخول عدد من الناس في قريش للإسلام. خد الحربة بتاعته وتوجه رأسا إلى سيدنا مصعب ابن عمير عشان يقتل سيدنا مصعب في موقف صعب جدا لسيدنا مصعب، لأن الراجل ده كان معروف عنه الشراسة والقوة الشديدة جدا. طب إيه اللي حصل وهيواجهه إزاي سيدنا مصعب ابن عمير؟ أول ما دخل عليهم المكان اللي هم فيه وجد سيدنا مصعب ابن عمير بيتكلم عن الدين الجديد وبيشرح للناس الآيات القرآنية. فأول ما الناس شافت أسيد داخل عليهم كلهم خافوا جدا وترعبوا جدا، واللي قام من مكانه واللي اتنطر من مكانه إلا واحد بس هو اللي كان موجود مكانه وما اتحركش خالص وفضل ثابت زي ما هو بقوة وبعقل وبحكمة شديدة جدا. هو مين بقى؟ سيدنا مصعب ابن عمير. وأسيد وجه له الكلام مباشرة، قال له انت جاي هنا عشان خاطر تسفه الآلهة بتاعتنا وتستغل الضعفاء بتوعنا، نفس الكلام بنفس الجمل، كل حاجة زي ما هي. اخرج من هنا بدل ما تخرج من الحياة فورا، يعني اطلع من المدينة من يثرب قبل ما انا اقتلك واخلص عليك واخرجك من الدنيا تماما. كل ده بصوت قوي جدا يهز المكان كله، ولكن سيدنا مصعب قاعد مكانه ولا حركة ولا كأن في حاجة بتحصل حواليه. حتى أسيد نفسه مستغرب من الموقف، انا عمال بزعق وجايب حربة وجاي اقتلك والناس كلها اللي حواليك اترعبت وانت بالثبات ده كله. تخيلوا قال له ايه بقى سيدنا مصعب؟ قال له أولا تجلس فتستمع، يعني مش تقعد معانا كده وتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، يعني لو عجبك الكلام خلاص وافق عليه وتقبل الدين الإسلامي الجديد، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره، ولو ما عجبكش الموضوع خلاص زي ما بيتقال كده بين البيع والشراء يفتح الله، هنمشي خلاص من هنا. طبعا هو قال الكلمتين دول لأسيد، وأسيد هز راسه اقتنع بالكلام وجلس عشان خاطر يسمع. طبعا الدخلة كانت حلوة جدا من سيدنا مصعب، لأن برضو على الرغم من القوة والعنف اللي موجود فيها أسيد، ولكن هو برضو رجل بيقود قبيلة وعاقل وبيحب يسمع، وكان ليه في الحوارات والنقاشات قبل وجود الإسلام في المدينة، فجلس عشان خاطر يسمع كلام مصعب ابن عمير اللي هو في الأصل كلام الله سبحانه وتعالى من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى إيه اللي هيحصل بين الاتنين لما يسمع أسيد كلام سيدنا مصعب ابن عمير؟ جلس أسيد ورمى الحربة بتاعته في الأرض وقال لسيدنا مصعب ابن عمير تفضل تكلم،
هات اللي عندك من الكلام وأنا قاعد سامعك كويس جدا. بدأ يتكلم من القرآن الكريم سيدنا مصعب ابن عمير، وبدأت ملامح أسيد بن حضير تتغير تماما. بدأ شكله يختلف، وبدأ شكله يبص كده، بدأت ملامح الوجه تبقى أجمل، بدأ الهدوء يبان على وشه، بدأ النور كده يضرب في وشه، وبدأ يركز جدا في كل كلمة بيقولها مصعب ابن عمير. وقبل ما سيدنا مصعب ابن عمير يخلص الكلام بتاعه وينتهي منه، وقفه سيدنا أسيد ابن حضير وقال له كفى، وقال الكلمات الجميلة القادمة دي: ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين. الله أكبر. شوف بقى من قمة الغضب وثورة الغضب الشديدة اللي هو كان داخل بيها والحربة في إيده وداخل يقتل، لا واحد بيقول أعمل إيه عشان خاطر أدخل في الدين الإسلامي. طيب الكلام ده لو اللي بيتكلم واللي بيقول الكلام لا أسيد ابن حضير واحد مش واثق من نفسه، واحد تقيل في كلمته، واحد مقنع، هل كان هيقتنع أسيد بالبساطة والسرعة دي قبل حتى ما ينتهي مصعب ابن عمير من كلامه؟ كل موقف بيعدي بنتأكد تماما ان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم كان موفق، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن لا يكون موفق في اختياره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يحضرني موقف سيدنا عمر بن الخطاب لما خد سيفه وذهب متوشحا سيفه وراح البيت عشان خاطر يشوف أخته اللي دخلت في الإسلام وزوجها سعيد بن زيد، وخلاص هيقتلهم هما الاثنين، وما أن سمع كلام الله في سورة طه بدأ سيدنا عمر بن الخطاب وجهه يتغير تماما ودخل في الدين الإسلامي على طول.